المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. دعوة للدفع بالأنشطة الجارية لتأمين حماية الغابات. جهود لصيانة المدارس في حقات. السعودية تعلن تخفيف قيود نظام الكفالة على ملايين العمال الأجانب. خلافات كبيرة في المحادثات التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الصين تشجب قرار أمريكا بيع طائرات بدون طيار إلى تايوان. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 5 من نوفمبر بمراكز الحجز في إقليم القاشبركة أظهرت إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا، وكان 2 من المصابين بالفيروس من ال4 القادمين من إثيوبيا والسودان في الأسابيع القريبة الماضية في مركز العزل بمنطقة أديبرة، و2 في مركز العزل في منطقة شامبوقو. في غضون ذلك شوفي 3 مواطنين من مرض كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم القاشبركة، وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 484 إصابة، شوفي منها 429 إصابة، ولا يزال 55 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أسمر 5 من نوفمبر 2020. دعا مسؤول البيئة في إقليم عنسبة السيد داويت كبرآب المجتمع لتوخي الحيطة والحذر للحد من النفايات والتعاون مع كل الملوثات، وضعا في الاعتبار تلوث المياه والهواء والتربة الناجمة عن النفايات الصلبة والسائلة والمبيدات الحشرية وزيوت المحركات. وقال إن إصحاح البيئة أساس لصحة المجتمع، ولتحقيق ذلك تجري أنشطة التوعية البيئية في أوساط الشعب. وأوضح بأن 75% من النفايات في الإقليم يمكن وضعها في حفر وتحويلها إلى سماد، لكنها لا يستفاد منها، مذكرا بحفظ الأدوية المنتهية صلاحيتها والمعدات الطبية الأخرى والمواد الاستهلاكية بطريقة خاصة وإحراقها. وذكر بأن سوء استخدام وتخزين المبيدات الحشرية يتسبب في تلوث مياه شرب الإنسان والحيوان ويلحق الأضرار الصحية، موضحا بأن المبيدات الحشرية لها طبيعة التواجد في التربة لعشرات السنين وتستمر أضرارها لفترة أطول. وأفاد أن لتر زيت المحركات المنتهية صلاحيته إذا تسرب إلى الماء له القدرة على تلويث أكثر من 5 ملايين لتر مياه، وتجري المحاولات لتجميعه من جميع الورش وإرساله إلى مصوع لإعادة تكريره. وذكر بأن بوجود برنامج لتوسيع التوعية للحد من اقتلاع وقطع الأشجار والعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية لتنمية موارد البيئة وحماية التنوع الأحيائي. يزاول المزارع النموذجي إبراهيم عبد الله البالغ من العمر 75 عاما من سكان منطقة أدرغوغاي بضاحية تركينا بمديرية مغلو يزاول حرفتي الزراعة والرعي لتحسين حياته المعيشية. وأوضح المهنيون الزراعيون بأن المزارع النموذجي إبراهيم يحصد إنتاجا زراعيا وفيرا بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها واتباعه الجاد لإرشادات الخبراء الزراعيين والاستفادة الجيدة من ثروات البيئة الطبيعية ومتابعته الجادة. وأشار مسؤول تنمية المحاصيل في مكتب الزراعة في إقليم القاشبركة السيد جويتوم هيل ميكيل أن السيد إبراهيم وبفضل اتباعه الجاد لإرشادات المهنيين الزراعيين وبذل جهود حثيثة يحصد إنتاجا وفيرا ويعتبر نموذجا في المنطقة، وتبذل الوزارة جهود لتشجيع المزارعين الآخرين. بدوره قال مسؤول وحدة البذور السيد نجاسي هبت ميكيل أن المزارع النموذجي إبراهيم يقوم بجهود حثيثة في فترة الصيف استعدادا للخريف، ويتبع الزراعة العلمية لحصاد إنتاج وفير، ويحصد من الكنتال الواحد 25 كنتال ليصبح نموذجا يحتذى به للذين يحصدون ما بين 4 و8 كنتالات. من جهته أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مغرو السيد فرزون قبري
ولد أنهم يتابعون جميع أنشطة وجهود المزارع النموذجي إبراهيم ويقدمون له الإرشادات المهنية، مشيرا إلى وضع برنامج لإكساب المزارعين في المنطقة التجارب الثرة من السيد إبراهيم. وذكر المزارع النموذجي إبراهيم أن سر انتصاراته هو المتابعة الجادة وتقبل إرشادات المهنيين الزراعيين، ويزرع إضافة إلى أنواع الذرة المختلفة، المحاصيل الزيتية والبقوليات، بهدف إخصاب تربة مزرعته وحفظ المياه. تشهد مديرية حقات أعمال صيانة في المدارس لسد النواقص في العملية التعليمية، وتشمل أعمال الصيانة الجارية بتعاون مكتب وزارة التعليم وقسم البنى التحتية أو قسم التنمية المعمارية في إقليم عنسبة، صيانة وتحديث الفصول الدراسية والبنى التحتية. وأوضح مدير مدرسة حقات الابتدائية الأستاذ يوناس نقوسية أن أعمال الصيانة سيكون لها تأثير إيجابي على العملية التعليمية وتشجع للقيام بأنشطة التشجير. أعلن مدير مديرية دهلك السيد أحمد بوكاليا أن الجهود تبذل لتوسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية في المديرية. أوضح وجود مؤسسات الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم في ضواحي المديرية الخمس. وقال إن نقص مياه الشرب من المشاكل الأساسية في المديرية، وتجري أنشطة شعبية لضمان تأمين المياه إلى جانب البرامج الحكومية لتخفيف المشكلة. وأشار إلى تنفيذ برامج تأهيل المعاقين والمسنين في إطار خطة الرعاية الاجتماعية للمحتاجين، موضحا غرس أشجار الشورى في مساحة 50 هكتارا في خليج ميليل. وأكد السكان على المساهمة حسب القدرات لتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أقامتها الحكومة، منادين بالدعم الآلي وغيره من المعدات للدفع بالأنشطة التي بدأت لحفظ المياه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. في الشأن العالمي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عزمها تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها بدءا من مارس المقبل، لتقوم بذلك بإدخال إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلقائه بالكامل. ويربط نظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ نحو 70 عاما العمال الأجانب، وعددهم نحو 10 ملايين، بمشغليهم السعوديين مباشرة، عبر منح هؤلاء صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها. وقالت الوزارة أنها ستبدأ في 14 من مارس المقبل تطبيق مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بهدف تطوير ظروف التنقل الوظيفي وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي. وبحسب الوزارة فإنها ستسمح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في تحول عما هو معمول به حاليا بحسب نظام الكفالة. قال ميشيل بارنيه مفوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل أن اختلافات خطيرة للغاية ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا، وأشار إلى أن التكتل يفضل مواجهة مشاكل في التجارة في غضون 8 أسابيع على التنازل عن مطالبه الأساسية. وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يناير، وواصلت الآن محادثات لإنقاذ ما قيمته تريليون دولار سنويا من التجارة الحرة بين الجانبين، وصلت إلى شوطها الأخير قبل انتهاء عملية خروج لندن من الاتحاد في 31 من ديسمبر. وأشار بارنيه أنه رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، لا تزال هناك اختلافات خطيرة للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والإدارة ومصايد الأسماك، وهذه شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية. واتفق معه في الرأي نظيره البريطاني ديفيد فورست، قائلا أن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة حول بعض القضايا الجوهرية. شجبت الصين
قرار الولايات المتحدة الأمريكية بيع طائرات من دون طيار متطورة إلى جزيرة تايوان، مؤكدة أنها ستتخذ تدابير ضرورية ومشروعة وفقا لتطور الأوضاع. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت إشعارا رسميا إلى الكونغرس تخطر فيها بموافقتها على بيع 4 طائرات بدون طيار أمريكية الصنع متطورة إلى تايوان. وأعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع تايوان 4 طائرات مسيرة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الصفقة تصب في إطار الجهود المتواصلة لتايوان لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرات دفاعية موثوقة. ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أي محاولات لأنصار سلخها عن الصين. وبالمقابل لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة يخطط لفرضها على رئيس بيلاروسيا الإسكندر لوكاشينكو ومسؤولين في أجهزة سلطة البلاد على خلفية موجة الاحتجاجات التي تمر بها. وذكر موقع روسيا اليوم أن ممثلي الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقوا خلال جلسة لهم على قائمة سوداء جديدة تشمل رئيس بيلاروس ونجله فيكتور لوكاشينكو و13 مسؤولا في الحكومة. كما أن الإجراءات التقييدية تشمل حظر منح التأشيرات وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي والمسؤولين الآخرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق آلية مكتوبة تسمح للحكومات بتأييد أو تأكيد هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.